السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فدرسنا في السيرة في هذا الكتاب وهو الأرجوزة المئية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا بالأمس الأبيات التي ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، متى ولد، في أي عام، وفي أي شهر، وفي أي يوم من الشهر، وفي أي يوم من أيام الأسبوع، وذكر متى مات والده أي أبوه، أبو النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بالأمس نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله كان فيه نقص، فسجلوا عندكم من هو، اكتبوا محمد نسب النبي صلى الله عليه وسلم، اكتبوه. عندكم دفاتر أو لا؟ كتبتم بالأمس نسب النبي؟ لا، لما صح؟ اكتبوا. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن مدركة أو ابن خزيمة، ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب غالب ابن فهر ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. طيب، من يحفظ الأبيات بالأمس؟ هل أحد يحفظ؟ ما أحد؟ الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها سيرة الرسول، منظومة موجزة الفصول،
مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، صح؟ لكنما مشهور لثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان، وقبله حين أبيه حان، قبله حين أبيه حان. وقلنا نيسان من الأشهر الشمسية، الأشهر الميلادية. فالأشهر الميلادية معروف ما هي. الشهر الأول، الأشهر الميلادية، الشهر الأول يناير، لا تسمونه أنتم جنواري، أيوة. ويقابله كانون الثاني، يسمى جنواري، يسمى كانون الثاني، ثم فبراير، صح؟ ويقابله يعني شباط، ثم مارس، ويقابله آذار، ثم إبريل، ويقابله نيسان. إذن الشهر الرابع، نيسان هو الشهر الرابع. ثم مايو الذي نحن فيه، ويقابله إيار، وإلى آخر الأشهر. المهم أن نيسان هو في الشهر الرابع، شهر إبريل، يسمى إبريل ويسمى نيسان، يسمى إبريل ويسمى نيسان. طيب، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي عام؟ عام الفيل. في أي شهر؟ ربيع الأول. في أي يوم؟ يوم الاثنين. واختلفوا في يعني أي يوم في الشهر، والمشهور في أي يوم في الشهر؟ الثاني عشر، أحسنت، الثاني عشر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مرضعه سليما. شرع في رضاع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد عامين أي من ولادته، وبعد عامين من ولادته صلى الله عليه وسلم، بعد أن كان عمره 2 سنين. غدا فطيما أي بعد عامين فطمته أي فصلته عن الرضاع. وهذا يعني للولد، حق الولد أن يرضع عامين. وأول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم هي أمه. ما اسم أمه؟ آمنة بنت وهب. آمنة بنت وهب، سيأتي معنا نسبها، تلتقي مع أبي النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس أو الرابع، سيأتي نسبها. فأرضعته يعني أيام، 3 أيام أو 4 أيام. ثم بعد ذلك أرضعته ثويبة مولاة لأبي لهب، مولاة لأبي لهب. وأرضعت معه حمزة أو قبله، وأرضعت قبله حمزة. حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخو النبي من الرضاعة، وأخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ثم أرضعت بعده أي ثويبة أولا، يعني أرضعت النبي صلى الله أولا أرضعت حمزة، ثويبة أرضعت حمزة، ثم بعد ذلك أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أرضعت أبو عبد الأسد المخزومي،
عبد الأسد المخزومي. فهؤلاء إخوته من الرضاعة، فهؤلاء أخوته من الرضاعة من ثويبة، من ثويبة. إذن حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وحمزة اسمه حمزة ابن عبد المطلب، فهو أخو يعني عبد الله. ثم بعد ذلك يعني حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وأيضا أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، فأيضا هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة لما قتل حمزة رضي الله عنه، كانت له بنته، فقالت يعني إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت حمزة، قال لا تحل لي. لماذا لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بنت حمزة؟ لا يجوز له أن يتزوجها لأنها بنت أخيه من الرضاعة، بنت أخيه من الرضاعة، ويعني الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، تحرم الرضاعة ما يحرم النسب. قال وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليما، أي بعد أن أرضعته حليمة السعدية وانتهى رضاعه إلى يعني 2. هذا هو الرضاع الذي يرضع فيه الصبي، كما قال الله عز وجل في سورة يعني الأحقاف. ماذا قال الله عز وجل؟ وصي الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 وحمله وفصاله، أي يعني الحمل مع مدة الرضاعة. أقل الحمل هو يعني 30 شهرا، أقل الحمل مع الرضاعة 30 شهرا. أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. إذن بقي كم؟ 30 ناقص 6 بقي كم؟ بقي 24 شهر، صح؟ بقي 24 شهر. إذن كم 24 شهر؟ كم سنوات؟ 2. هكذا يعني يقول العلماء، ذكر أهل التفسير أقل الحمل 6 أشهر لهذه الآية. أقل الحمل ذكر الله عز وجل في هذه الآية أقل الحمل وهو 6 أشهر، والرضاعة 24 شهر، إذن 2. هذا هو يعني مقدار رضاعة الصبي، كما قال الله عز وجل أيضا في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ما معنى حولين؟ 2 وعامين. فبعد أن أكملت عامين من رضاعته بلغ عمره 2. أولا أرضعته أمه، قيل 3 أيام وقيل 7 أيام وقيل 9 أيام، ثم ثويبة، ثم أخذته حليمة. قد كان العرب يأخذون يعني أهل يعني مكة قريش ومن كان معهم يعني يجعلون أولادهم تأخذ المرضعة إلى خارج مكة، قيل بسبب يعني ألا يمرض لأن الأمراض في مكة كثيرة، وقيل أيضا لأجل أن يتعلم اللغة يعني الفصحى، لغة يعني العرب الفصيحة في البوادي، في البوادي تكون أفصح من يعني الحضر. فكانت المرضعات تأتي إلى مكة تبحث عن ولد تأخذه ترضعه ثم ترجع إلى أهله، فجاءت حليمة
وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حليمة لأمه وعادت، من هي؟ جاءت به مرضعه. من هي هذه المرضعة؟ حليمة. حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. هي حليمة السعدية، حليمة بنت أبي دؤيب، ويعني اسم أبيه الذي هو من الرضاعة زوج حليمة اسمه الحارث ابن عبد العزى. قال حليمة لأمه، أي جاءت به حليمة إلى أمه. من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، صح؟ ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، صح؟ إذن عبد الله أبوه عبد المطلب، جده عبد هاشم، عبد المطلب هاشم، صح؟ ثم عبد مناف، ثم قصي، صح؟ 4، ثم كلاب، الجد الخامس، الجد الخامس لعبد المطلب، والجد السادس للنبي صلى الله عليه وسلم. وآمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. آمنة أقرب إلى كلاب، يلتقوا في كلاب، أقرب من عبد الله إلى كلاب. عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، 4، صح؟ ابن كلاب الخامس. لكن آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، إذن 3 فقط أقرب. فهي يعني تلتقي مع عبد الله مع أبي النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب. قال لأمه وعادت، أي حليمة، عادت به حليمة لأهلها، أي يعني إلى مكان بيتها، أخذته وأرجعته إلى أهلها وإلى قبيلتها. أتت به بعد عامين، انتهت عامين، جاءت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، ثم أرجعته معها. لماذا؟ لأنها يعني وجدت البركة في إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم، في إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث يعني لا يصح في مسألة حليمة أن يعني كانت لها غنمة، يعني غنمة كمبينج، صح؟ أيوة. فكانت لا تأكل وكانت نحيفة، ويعني لما جاءت بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمنت تلك الغنمة وأخذوا يأخذون اللبن منها بكثرة. لكن يعني أهل العلم لا يصححون هذا الحديث. المهم أنها وجدت البركة في بيتها، ويعني أهلها وجدوا البركة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما جاءت به إلى أمه طلبت حليمة من أمه من آمنة بنت وهب أن تأخذه معها، ترجعه معها حتى يكبر. ويعني حاولت حتى رضيت آمنة بنت وهب، حتى رضيت آمنة بنت وهب، ثم أخذته حليمة. قال حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت، أي حليمة أرادت أن يرجع معها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجعته عامين، ثم أخذته إلى مكة إلى أمه، ثم طلبت من أمه أن ترجعه معها، فرضيت آمنة بنت وهب فأخذته حليمة وأرجعته إلى أهلها مرة أخرى. قال فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه، أي بعد شهرين من رجوعه، بعد شهرين من رجوعه. إذن كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ 2 سنين، صح؟ ثم
بعد رجوعه شهرين، إذن في السنة الثالثة. هذا قول. انشقاق بطنه أي جاء جبريل، عندما جاء جبريل، وقصته في انشقاق بطنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي يعني حديثين، جاء يعني حديثين عن يعني حالة انشقاق النبي صلى الله عليه وسلم. إن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الصبيان، فجاءه جبريل وبطحه، يعني أنامه على ظهره، ثم شق صدره وأخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فشق قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج منه علقتين سوداوين، قال هذا حظ الشيطان منه، ثم غسله بماء زمزم ثم أرجع. وهذا يعني لا يستبعد، لا يمكن، هذه قدرة الله. الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء. فيعني جبل موسى عليه الصلاة والسلام يعني طلب من الله أنه يرى الله عز وجل، صح؟ قال رب أرني أنظر إليك، قال انظر إلى الجبل. جبل طور كبير، جبل كبير، هل يمكن جبل كله يصير هباء؟ لا يمكن، صح؟ نحن في نظرنا لا يمكن، لكن الله قادر على كل شيء. الله قادر على كل شيء. هذا ليس عند يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعيسى خلق من أم بلا أب، وآدم خلق من طين بلا أب ولا أم، أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وأمنا حواء خلقت من ضلع آدم بقدرة الله عز وجل. لا نستغرب، الله قادر على كل شيء. فهذا يعني موسى عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه بقي هذا الجبل فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صار كالأرض مستوي ما في جبل، جعله دكا، خر موسى صعقا، يعني أغشي عليه أغمي على موسى عليه الصلاة والسلام. فهذه قدرة الله. أمر الله عز وجل جبريل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشق صدره، ثم يخرج قلبه فيشقه ويخرج منه علقتين سوداوين، ثم يغسله بماء زمزم، ثم يرجعه إلى صدره. فغسل أيضا صدره، جوفه في الداخل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جبريل جاءه ملكان، قال كنسرين، جاءني ملكان كنسرين، ثم يعني جاءني نسرين، هما ملكان جبريل ومعه ملك آخر. فلما شق صدره وأخرج قلبه قال جبريل عليه الصلاة والسلام ائتني بماء ثلج، هذا في يعني حديث صححه العلامة الألباني، ائتني بماء ثلج، فغسل جوفه أي داخل صدره، ثم قال ائتني بماء يعني وهو ماء زمزم، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرجعه ويعني ختم صدره. ولكن بقي علامة شق الصدر كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه، كما قال ذلك أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال كنا نرى أثر شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نرى أثر شق يعني المخيط الذي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبعد شهرين انشقاق بطنه، هذا الذي ذكره المؤلف، بعد شهرين من رجوعه مع مرضعه حليمة. قال وقيل بعد 4 من سنه، وهذا هو المشهور، أي بعد أن بلغ عمره 4 سنوات، هذا هو المشهور. لذلك هناك يعني خلاف بين أهل العلم في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل، قيل عمره 3،
وقيل وعمره 4 وهو المشهور. وأما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم فيعني أيضا خلاف بين العلماء، منهم من قال من شق صدره مرتين وهو صغير، وأيضا ليلة الإسراء والمعراج، وذكر بعضهم أيضا وعندما كان عمره 10 سنين، وأيضا قال بعضهم زاد رابعة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان عمره 40 سنة، عندما كان عمره 40 سنة. وسيأتي معنا ما هو الصحيح في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو مرتين أو 3 أو 4، سيأتي معنا بإذن الله عز وجل في درس لاحق. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.